احنا عصابة في جنان جوه دماغنا الآن، احنا خرجنا عن السيطرة. مليونير أهلا وسهلا بحضراتكم متابعينا ومشاهدينا برنامج وأصدقاء برنامج الشطورة. في بداية الحلقة أحب أرحب بيكم وأحب أرحب بكل أصدقائنا، بحب أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة العام الجديد، وأتمنى لكم عام سعيد عليكم وعلى الأسر الكريمة كلها وعلى أرض مصر الحبيبة. إزاي تبقى مليونير سنة 2026؟ ومن أكتر الأسئلة اللي بتجينا على البيج إيه أكتر استثمار مفيد ونافع السنة 2026 وأبدأ أستثمر في إيه؟ وإيه أحسن حاجة أبدأ أستثمر فيها؟ أنا بالنسبة لي نمبر 1 هي الفضة. أسمع واحد يقول لي يعني أنزل أشتري سلسلة، أنزل أشتري خاتم، أقول له لا ما بتكلمش على الحاجات دي، أنا بتكلم على السبائك، وبالمناسبة برضه بتكلم على السبائك في الذهب. بتكلم على السبائك في الذهب مش على المشغولات أو على الجنيهات، ما بتكلمش أنا عن المشغولات. ما تنسيش تدفعي مصنعية على الفضة ولا تدفعي مصنعية على الذهب وتقول أنا بستثمر. أنت ما بتستثمرش، يبقى أنت كده إيه اسمك إيه؟ بتلبس أو بتقتني. فما حدش يقول أنا بستثمر وبدفع 200 جنيه مصنعية و300 جنيه مصنعية وبشتري فضة ب 250 جنيه مش عارف إيه. لا أنا بتكلم على السبائك. الفضة سعرها النهاردة على الشاشة العالمية 80 دولار، وال 80 دولار دي يعني بالمصري 125 أو 127 جنيه، فبالتالي هي متوقعة في شهر 3 ممكن توصل 150 جنيه. على أي أساس أنا بقول كده؟ بتكلم على أساس إن الصين داخلة بقوة في الصناعة بتاعتها وهتتعمق في صناعة حاجات معينة بتدخل فيها الفضة زي الطاقة الشمسية أو حتى الطاقة الشمسية والساعات وموبايلات وعربيات، ودخلت معاها روسيا كمان. الروس بدأوا كمان يشتروا فضة وبدأوا ينتبهوا للفضة إن هم برضه عندهم صناعة قوية جدا وصناعة حيوية. تاني حاجة أنا بحبها وكل حلقاتي وكل مشاهديني ومتابعيني عارفين إن أنا بحبها هو الذهب. الذهب متوقعه 7000 جنيه مصري على 21. والدهب فيه ميزه ان هو كل ما تحب تكون مزنوق، ربنا ما يخلي حد مزنوق ابدا، كل ما تحب تبقى مزنوق تنزل عندك مصاريف مدارس، عندك مثلا قسط حاجه عايز تدفعها في ثانيه وعندك كيلو 2 كيلو في ثانيه تنزل تبيعهم في ثانيه تقدر تاخد فلوسك وانت واقف. مفيش اي مشكله فيه. تشتري سبيكه اي شركه او اي ماركه مش فارقه معايا اسماء موجوده في السوق دلوقتي. تالت حاجه انا بحبها في اسهم المصريه. اسمع واحد يقول لي طب احنا ما بنفهمش في اسهم، اصل الاسهم بتطلع والاسهم بتنزل وممكن يحصل خراب بيوتنا ومش عارف ايه. اقول لك يا فندم انت مش لوحدك، انت اول ما بتقيد في شركه الاسهم بتاعتك فهتلاقي نفسك السمسار. السمسار عمال يساعدك، هيقول لك اشتري السهم الفلاني، في خبر نازل على السهم الفلاني، في السهم العياني هيوزع ارباح. كل ده هيساعدك ان انت تختار الاسهم الصح. ومبدئيا ما تحطش فلوسك كلها مره واحده في سهم واحد، انت ممكن تقسم فلوسك على 3 4 مرات او 5 مرات تشتري في سهم معين، وكل ما يطلع اشتريه وكل ما ينزل، كل ما يطلع سوري يبيع وكل ما ينزل ايه اشتريه. طيب ايه الميزه تاني في الاسهم المصريه؟ ان انت لو عملت محفظه مثلا ب 20 30 الف، ممكن لو انت اتزنقت مثلا مش عايز تبيعهم بتاخد حاجه اسمها قرض على المحفظه، من حاجه اسمها قرض على الميجن، على صندوق الميجن. انت بتروح شركه اوراق الماليه تقول انا عايز قرض على المحفظه اللي عندي، فهو بيديك بيحسب المحفظه اللي عندك تساوي كام ويديك نسبه 100% من قيمه المحفظه. ده لو جوه الشركه او عند السمسار اللي انت شغال معاه. طب لو انت مش محتاج بقى تتعامل مع السمسار وان السمسار ممكن يزورك كل اسبوع لازم تدفع اللي عليك او تسدهم بسرعه ومش عارف ايه، ممكن ترهن المحفظه كلها على بعضها في بنك، اي بنك من البنوك، وتقسط مع البنك زي ما انت عايز. رابع حاجه انا بحبها صناديق الاستثمار. في صناديق استثمار جامده جدا وعملت فلوس جامده جدا مع ناس كتير جدا، بالذات الصناديق اللي بتستثمر في الذهب. ومن احد الصناديق اللي موجوده في مصر هي الصناديق بتاعت البنك الاهلي والبنك العربي الافريقي وكذا بنك برضه عامل كذا صندوق. وبالمناسبه في منهم كمان اسيامي، عشان بس ما حدش يقول اصل فيها ايه بقى، اصل فيها حرام، لا هو فيها منها اسياميه. خامس حاجه انا بحبها هي العقارات، بس مع الاسف الشديد العقارات السنه دي نتيجه انخفاض فوائد بتاعت القروض وبتاعت البنوك والكلام دي، فبقى المقاولين الاول كان بيدفع 20% فايده و30% فايده، فكل ده هيوفره لحضرتك، فبالنسبه كبيره العقارات هتنزل شويه. مع تعديل قانون الايجارات الجديد دي مع الناس اللي نازيه عماله تفضل في شققها مع شقق اللي كانت مقفوله واتفتحت، فبقى في معروض كتير جدا. فنرجع لهم تاني بالترتيب. نمبر 1 هو الفضه، نمبر 2 الذهب، نمبر 3 الاسهم
في البورصة المصرية المضاربة فيها. رابع حاجة صناديق الاستثمار. خامسا عقارات. بالتوفيق للجميع وربنا يرزق الجميع، وأنا يسعدني استقبال كل اسئلتكم وكل استشاراتكم على ماسنجر أو على واتساب. واحنا شغالين على مدار الأسبوع بنستقبل كل طلباتكم وكل أسئلتكم وكل ما يطول في بالكم وكل ما يدور في خاطركم. شكرا.